محتارة ومش عارفة تطبخي ايه؟ تعالي بقى اما اقولك على اكلة جميلة اوي. عندي هنا نص كيلو سجق بلدي، بس اهم حاجة تجيبيه من مكان مضمون. تمام. معايا هنا طاسة على النار، هنزل بشوية زيت بس مش هكتر عشان السجق هو اصلا بيبقى كله فيه مواد دهنية. هنزل هنا بالسجق بتاعي، مجرد ما الزيت بتاعي يسخن واقلبه شوية بس مش هنقلب كتير عشان ما يتهرتش. تمام. الأكلة دي جميلة وسريعة ومفيش فيها أي حاجة. عندي هنا فص توم كبير مبشور هقلبه معاهم. بعد كده هجيب بصل هقطعه مكعبات صغيرة وهنزل بيه وهقلبه معاهم برضو، بس مش هقلب قد كده عشان السجق عامة بيتهرت بسرعة. خلي بالكم انا ما استنتش عليه لما فك، انا منزلاه متلج. هنزل هنا بشوية بهارات مشكلة وسنة كمون، وهنزل بالملح بتاعي. هنزل بقى بفلفل متقطع، وبعد كده هنزل بالطماطم برضو متقطعة مكعبات. هنا بقى السجق بيبدأ ينزل ميته بس مش قد كده، ولو ما نزلش ممكن تضيفي شوية مية ليه، مفيش مشكلة. هنا نزلت بالطماطم بتاعتي هقلبها شوية معاهم بس برضك مش هقلب قد كده، وهسيبه شوية لما ياخد ود مع بعضه. وعندي بقى هنا بقى بطاطس مكعبات، بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة. تمام. بس مش صغيرة قوي يعني. هنزل بها برضك عليهم بعد ما الحاجات دي تتشوح مع بعضها شوية. هنا برضو كان زودت مية اهو، حطيت مية لما السجق ما نزلش معايا مية قد كده، انا زودت زودت شوية مية. اهم حاجة يا جماعة تكونوا جايبين السجق من مكان مضمون. هنا طبعا اهوت بيتعمل مع بعضه، يتسبك مع بعضه. هنزل بقى طبعا بالبطاطس بتاعت المكعبات اهو، زي ما انتم شايفينها كده، مش مكعبات كبيرة، مكعبات صغيرة. زودت شوية مية بقى عشان خاطر البطاطس، وهسيبها بقى مع بعضها كده تاخد وتدي. هغطيها بقى واسيبها بقى تستوي مع بعضها. الاكله دي سريعه وجميله، مش هتاخد منك نص ساعه. بس اهم حاجه يا جماعه ما تنسونيش في اللايك، اللي لسه اول مره يشوفني سبسكرايب وتفعلوا الجرس ويا ريت ما تنسونيش في اللايك. وشكرا لكم حبايبي، جربوها وهتعجبكم. انا طبعا اهوتي بعد ما دخل في السوا شويه هسيبه برضك مع نفسه، هغطوه واسيبه برضك مع نفسه شويه. وبعد كده بقى هشوفه استوى معايا خلاص كده هقدمه. كده ما شاء الله استوى معايا وانتوا شايفينه. طبعا بقى ممكن تعملي بقى شويه رز بشعريه كده حلوين كده محترمين، او تاكلوه بعيش مفيش مشكله. بس انا عملت شويه رز بشعريه واكلناه بيها، ما شاء الله جميله جميله جميله. اكله خفيفه وجميله وسريعه، ما بتاخدش منك نص ساعه. جربوها تعجبكم. شكرا لكم حبايب قلبي، واستنوني في فيديو جديد.